الكبار كابتن علي ابو جريشه وكابتن محسن صالح. الزمالك يفوز على الانتاج الحربي في المرحله الرابعه من الدوري الممتاز المصري. معانا الكابتن احمد جعفر نجم الزمالك وصاحب الاهداف الصعبه دائما. احمد جعفر نقول لك الف مبروك، ودايما الجمهور كده الزمالك عنده الحل وبيحس الحل مع احمد جعفر. طبعا الاول بمسي على كابتن كامل رضوان وكابتن محسن صالح طبعا وكابتن علي ابو جريشه في الكره المصريه. الحمد لله رب العالمين، يمكن كان ربنا موفقني يوم من العالمين وانا بحمد ربنا بشكر فضله. كنت مركز ان انا اعمل حاجه النهارده، بقالي ماتشين كده يعني بعيد شويه، فالحمد لله ربنا كان كريم النهارده وانت الجون الحمد لله رب العالمين. كابتن احمد النهارده فوز احنا شايفينه مهم جدا، الزمالك بيعيد الثقه وشايفين المباراه خارج ارضه، ولكن النهارده فوز مهم وثلاث نقاط مهمين يعني اعتلاء القمه مبكرا. اكيد طبعا ماتش النهارده كان صعب شويه خاصه بره ملعبنا وفي السويس وكده، وكان المفروض كان ماتشنا يعني في القاهره، بس الحمد لله رب العالمين رحمه ربنا بس فوز على بونتو النهارده. عوضنا الماتش اللي فات كان ماتش صعب مع فرقه الجيش، يمكن كنا نستحق ان احنا نكسبه، بس الحمد لله رب العالمين النهارده على المكسب، وبنهديه طبعا لجمهورنا الزمالك والجهاز الفني طبعا والاداره واللاعبين طبعا اللي تعبوا النهارده الحمد لله رب العالمين. احمد جعفر بيبقى احتياطي وبينزل بيبقى افضل ما بيبدا المباراه، الا مباريات الاهلي والزمالك تبدا كويس، بس المباريات الباقيه كلها لما كنت ليه؟ لا والله هو هي التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا لما يوفق طبعا اكيد انت سواء بره او هو بادئ الماتش، هو التوفيق بتاع ربنا طبعا، والجون ده بقى رزق عند ربنا سبحانه وتعالى، واحد لازم يؤمن بكده يعني. الحمد لله رب العالمين على كل شيء، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. احمد ايه الشده اللي حصلت في الملعب بين لعيبه الزمالك النهارده برغم الفوز والنتيجه كويسه؟ لا مفيش، هو بس الماتش يعني كان سهل في بعض الاحيان وكان صعب في بعض الاحيان، فكان لازم احنا نخلص يعني نزود عدد الاهداف وكده عشان نستريح نفسيا سواء جوه الملعب او بره الملعب وكده، بس الحمد لله رب العالمين ربنا كل جهود النهارده بثلاث اهداف الحمد لله رب العالمين، وثلاثه بونت يزودوا في مسيرتنا باذن الله. شايف النهارده اللعب في مدينه السويس كأنك بتلعب في استاد القاهره؟ طبعا جمهور الزمالك وجمهور السويس العظيم ده طبعا بيساندنا طبعا، والحمد لله رب العالمين، ويا رب احنا نلعب في جمهور السويس. مبروك يا احمد. احنا مستمرين معاكم مشاهدينا من استاد الجيش بمدينه السويس. الزمالك يفوز على الانتاج الحربي في هذه المباراه الجميله، ولكن ننتظر كابتن عمرو زكي جاي معانا، وزميلي طارق احب اوجه ان كان في هنا شده بعض الجمهور، شده بسيطه من بعض الجماهير هنا. جمهور الزمالك ساخط على الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، والجماهير هنا بتؤكد انه يتعنت في اقامه هذه بعض العقوبات على النادي. الوقت معانا نجم الزمالك نجم منتخب مصر كابتن عمرو زكي. كابتن عمرو بنقول لك الف مبروك كابتن. الحمد لله شكرا طبعا. بسلم على حضرتك وعلى ابو جريشه كابتن مصر وانا طبعا كابتن مصر كلها، كابتن علي وكابتن محسن استاذ وكابتن طارق. بسلم طبعا عليهم طبعا كابتن مصر. بقى الف مبروك لنادي الزمالك النهارده وجماهير السويس النهارده بنشكرها اللي ورا نادي الزمالك، كانت مأذنه طول المباراه، لكن ليه اعتمد عليهم بس صغير يعني زي ما نديهم حقهم، هم بيدونا حقنا في التشجيع. ما نتمناش موضوع الشماليك مش معقول كل مباراه نلعبها خارج القاهره، احنا اللي بنتعب واحنا اللي بنتبهدل، مش معقول كل ماتش هنا المفروض نلعبها في استاد القاهره، ان احنا نلعبه في كل المحافظات ونقعد نستنى قبل الماتش او قبل الماتش بيوم او يومين هنلعب المباراه فين. اتمنى يعني العاده دي تنتهي، يعني احنا اللي بنتضرر كلعيبه، يعني احنا عايزين نضحككم واحنا عارفين ان يعني دي حاجه مثلا اكيد مش بتحبوها، وهي مثلا حاجه من اتحاد الكوره، احنا اللي بنتضرر كلعيبه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله العاده دي تتشال من ملاعبنا كلها، سواء في زمالك او في اسماعيلي او في اهلي في اي مباراه، لان دي سمعه مصر والشكل العام. كان اتمنى التراس موجود بيشجع فوده بالشكل الجميل بالشكل الحضاري اللي هو احنا كل الناس تحب تشوفه، تشجيع المثالي، نتمنى ده اللي يكون موجود ان شاء الله قبل المباراه يعني. كابتن عمرو بقول لك الف مبروك، ثلاث نقاط مهمين، ولكن ايه الشده اللي حصلت والجمهور بيبقى قلقان والشكل جميل كده؟ ايه الشده اللي حصلت؟ توضح للجمهور عشان ما يحصلش كلام بعد كده بيقولوا شده حصلت في الملعب بين اللعيبه هنا بين لعيبه الزمالك. ايه اللي حصل مع مين؟ انا مش فاهم. انا طبعا بيقولوا ان في شده بين كابتن شيكابالا وعمرو زكي، ده الجماهير واحنا قاعدين في الملعب طول كده. لا مفيش حاجه خالص يعني مش عارف. لا هو لازم نكسب، لازم في حاجه. لا هم بيقولوا لا مفيش حاجه، ولا الموقف يعني ما كانش الموقف معايا، ده كان حاجه من بره والموضوع انتهى. عايزين نتكلم في الفرقه، مش عايزين حاجات الصغيره دي نعمل بلبله على الهواء يعني لو سمحت. فمفيش حاجه خالص. لذلك النهارده جمهور الزمالك تاني مباراه بالنسبه لنا خلصت النهارده. مبروك لكل الزملكاويه، مبروك للاعيبه كلهم، جهاز فني قرا المباراه بشكل كويس. عايزين نتمنى بس حته ان احنا لما بنخش فينا جول، لما بنجيب جول احنا نجيب جول بدري، الجول الثاني نجيب نغطي الجول، لان بتعمل لنا مشكله نتحط تحت ضغط. لكن الحمد لله شكرا ربنا عودنا بجول واثنين بعديها، وان شاء الله المباراه الجايه اتمنى تكون اهم من دي، لان المباراه اللي نزلنا النهارده اول ما بنركب الاتوبيس وراجعين القاهره مرات تتقفل بالنسبه لنا، ونفكر في المباراه اللي جايه ان شاء الله. شكرا لك كابتن عمرو. شكرا حضرتك. مشاهدينا الكرام، كانت هذه لقاءات ما بعد مباراه الزمالك والانتاج الحربي. الزمالك يفوز في المرحله الرابعه من الدوري الممتاز المصري ويستطيع ارضاء جماهيره، والجماهير هنا سعيده جدا جماهير السويس، ولكن العتاب هي عدم توافر التذاكر منذ امس تذاكر هذه المباراه. نشكركم على حسن المتابعه، والان عوده سريعه للتحليل والزميل طارق رضوان واستاد النيل.
مرة ثانية سمير زاهر. شكرا لزميلنا محسن محمود في استاد الجيش بالسويس. كابتن علي ابو جريشه، كابتن